الاضطرابات الجوية التي تشهدها مختلف مناطق الوطن، قام هذا اليوم أفراد الكتيبة الإقليمية للذكر الوطني ببنية العبد بالتنسيق مع مختلف المصالح الإدارية ومصالح الحماية المدنية ومصالح الأشغال العمومية بفتح الطريق الوطني رقم 87 الرابط بين ولايتي باتنا وبسكرة، وكذا الطرق والمسالك المؤدية إلى مختلف القرى والمداشر التابعة لإقليم كتيبة ثنية العبد، وبالأخص على مستوى منطقة ثنية رصاص التي تشهد تساقط كميات معتبرة من الثلوج والجليد على طول مسافة 5 كيلومتر. لذا نطلب من جميع السواق التحلي بالحيطة والحذر وتخفيض السرعة في المنعرجات والمنحدرات، وبالأخص في الطرق ذات التضاريس الصعبة، واحترام قواعد السلامة المرورية. ولمعرفة حالة الطرقات ندعو المواطنين إلى تصفح موقع طريقي بواديزاد وللتبليغ عن أي طارئ الاتصال بالرقم الأخضر الخاص بالترك الوطني 1055 للتدخل الفعال عند الضرورة.